اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناه فن الوصفه والطبخ الامومه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طواجن المكرونه باللحمه المفرومه. بكيس مكرونه واحد وبربع كيلو من اللحمه المفرومه هنعمل 4 طواجن من المكرونه، وشكلها زي ما انت شوي قوي والطعم مفيش من كده. وصفه اقتصاديه وجميله وبتعمل كميات حلوه. لو انت عندك حفله، عيد ميلاد، رحله للولاد في المدرسه، تقدري تعملي لهم الطواجن الصغيره دي. حلوة جدا وسهلة وبسيطة وفي نفس الوقت ما بتاخدش اي وقت خالص. هنمشي مع بعض في الخطوات خطوة خطوة، بس في الاول ما تنسيش تعملي سبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعلي علامة الجرس بالضغط عليها ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس يقدروا يستفيدوا بيه. يلا نبدأ على طول. اول حاجة عندي حلة فيها مية بتغلي، حطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، وبعد كده نزلت بكيس المكرونة اللي عندي. هسيبها تغلي وتستوي المكرونة 3/4 سوا، مش سوا كامل. وبعد كده هشيلها من المية واشطفها بالمية الجارية من الحنفية وهركنها على جنب. دلوقتي هبتدي اعمل العصاج او اللحمه المعصجه. هجيب طاسه او حله واحط فيها معلقه كبيره من السمنه، ممكن استبدلها بزيت او بزبده. وعندي بصل مفروم ناعم، هنزل بالبصل المفروم في السمنه وهشوحه لحد ما يدبل ويصفر معايا. بالنسبه للكميات انا هنا عامله 3 بصلات مفرومين. او ما عنديش وقت اعمل فبلاقي اللحمه المتعصجه عندي جاهزه. لو انت هتعملي الربع على طول فبتحطي بصلتين مفرومين ناعم على ربع كيلو اللحمه، وبتتبليها بقى ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه ورشه من جوز الطيب. وبتقلبيها في النار لحد ما لون اللحمه يتغير معاكي تماما بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نعمل البشاميل او الصوص الابيض معاكي تماما بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نعمل البشاميل او الصوص الابيض. في حلة على النار حطيت فيها معلقتين كبار من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت. انت ممكن تخلي الكمية كلها زبدة او الكمية كلها زيت على حسب رغبتك. نفس المعيار ال4 معالق من المادة الدهنية حطيت زيهم 4 معالق من الدقيق. دايما كده خليها قاعدة عندك. للبشاميل 4 من المادة الدهنية مثلا او 4 من الدقيق، او ممكن 5، بس انا قصدي تخلي نفس الكمية في المادة الدهنية هي نفس الكمية من الدقيق. يتشوحوا بس على النار، ياخدوا بس لون كده وتشويحة للدقيق علشان طعمه ما يكونش باين في البشاميل اللي بعد كده. وهنضيف على طول اللبن، واللبن لازم يكون ساقع علشان ما يكلكعش منك، او الحليب. هنحط بقى فيها ملح وفلفل اسود ورشة من جوز الطيب. والتكه المهمه جدا واللي بتغير طعم البشاميل وبتخليه طعمه حلو قوي، نص معلقه من بودره الثوم او الثوم البودره، بيديله طعم حلو جدا جدا، بتخليه مميز كده ومختلف. انا عايزه القوام يكون سايل معايا شويه. فلو عملتيه ولقيتي القوام لسه سميك او تخين بتزودي شويه حليب كمان. انا كمان عندي جبنه كريمي، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. لو انتي مش حابه تضيفيها مفيش اي مشكله خالص. وانا هنا لقيت القوام تخين شويه فزودت شويه من الحليب كمان لحد ما يوصل للقوام السائل شويه، زي ما هنشوفه كده مع بعض في النهايه. دلوقتي كل حاجة جاهزة، البشاميل واللحمة المعصجة والمكرونة. هاخد نص كمية اللحمة اللي انا عاملاها، يعني ربع كيلو من اللحمة على المكرونة كلها بالشكل ده. وهاخد برضو كمية من البشاميل على المكرونة واللحمة بالشكل ده. هقلبهم كلهم كويس مع بعض، واحاول اكتر البشاميل شوية في المكرونة علشان تكون المكرونة فيها صوص من جوه زي ما شفناه في البداية، وده بيدي برضو طعم حلو للمكرونة. هقلب كله كويس مع بعض بالشكل ده. انا هنا هضيف شرايح من الزيتون، بتدي برضو طعم حلو جدا جدا للمكرونة. لو انت مش عايزة تضيفيها برضو مفيش مشكلة خالص. هجيب دلوقتي صينيه بايركس او صينيه الفرن اللي هعمل فيها، هحط فيها كميه من المكرونه او خليط المكرونه بالشكل ده. طبعا حاولي ان انت ما توصليش لاخر الصينيه من فوق، لان هي لسه لما تدخل الفرن هتعلى معاكي اكتر، لان المكرونه مستويه 3/4 سوا. حطيت رشه من الجبنه الموتزاريلا
وعليها من فوق طبقة من البشاميل. وبعد كده رجعت حطيت رشة من الجبنة الموتزاريلا تاني. الفرن تكون شغالة من قبل كده على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد لون من فوق وتبتدي ان هي تغلي وتستوي من جوه. بقيت كمية المكرونة اللي عندي وزعتها في طواجن ألمونيوم صغيرة بالشكل ده، بتتباع في كل المحلات. ولو معرفتيش توصلي لها او مش عايزة تعملي فيها ممكن تكملي طبعا مقدار المكرونة في اي صينية تانية عندك. بنحط كمية المكرونة في الطاجن بالشكل ده. ممكن ما نحطش طبقة جبنة موتزاريلا ونحط طبقة البشاميل على طول بالشكل ده، ونوزعها كويس وعليها طبقة من الجبنة الموتزاريلا. وممكن برضو ما نحطش طبقة الجبنة الموتزاريلا من فوق، والبشاميل هياخد برضو لون ذهبي حلو من فوق من غير جبنة موتزاريلا، فما تقلقيش خالص. وده شكلها بعد ما طلع من الفرن. انا محتاجتش اشغل الشوايه، لقيتها اخدت لون حلو زي ما احنا شايفين كده. لو ما اخدتش لون معاكي ممكن تشغلي الشوايه عليها من فوق على الهادي علشان تاخد لون معاكي حلو ذهبي براحتها. يا رب تكون الوصفه عجبتك، سهله سريعه طعمها حلو جدا جدا، هتعجب ولادك وكل افراد اسرتك جامد جدا. بشكرك على المتابعه. لو في اي سؤال او اي اقتراح او في اي وصفه عايزين اعملها لك اكتبي لي كومنت او تعليق وانا ان شاء الله بشوفه وارد عليك على طول. وفي النهايه ما تنسيش تعملي سبسكرايب او اشتراك للقناه وتفعلي علامه الجرس بالضغط عليها، ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس يقدروا يستفيدوا بيه. باي باي.